ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض نعمل النهارده محشي ورق العنب والمحشي المشكل. بصلتين وسط كده على النار مع معلقتين سمنه ومعلقتين زيت. حمريهم بقى لحد ما البصل ياخد لون ذهبي فاتح كده. حطي له صلصه الطماطم، دول حوالي 3 كوبايات عصير طماطم. قلبي بقى كويس وسيبيها تتسبك، وتعالي نوضب المحشي على ما الصلصه تتسبك. ورق العنب غسلته الاول كويس قوي وسلقته. الكوسه قشرتها، والفلفل قوريه بالطريقه دي كده، ما تقطعهوش بالسكينه، اعمليه كده. بالنسبة للبدنجان الأبيض والأسود هنقوره عادي. أما الكوسة وإحنا بنقورها نشيل القلب بتاعها علشان نحطه في الحلة تحت وإحنا بنسوي المحشي. ده بالنسبة للخضار. التسبيكة بقى بتاعتنا أهي قربت تدخل في السوا. أنا كنت ناسي أحط صلصة الطماطم، حطيت معلقتين كبار صلصة طماطم بتديها لون حلو كده وشكل حلو برضو للتسبيكة بتاعتنا. لما بقى المادة الدهنية تفصل كده وتبقبق كده الصلصة دي كده خلاص اتسبكت. هنحط بقى الرز غسلته كويس وصفيته. بالنسبة للتوابل بتاعتنا معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة ونص كمون، انا بحب الكمون زيادة شوية في المحشي، واختياري نص معلقة صغيرة شطة، ولو انها بتدي طعم حلو قوي للمحشي. الرز زي ما بقولك غسلناه وصفيناه كويس وده كيلو، وهتحطيه بقى على الصلصة وتقلبيه كويس، وبعدين نحط لها الخضرة بتاعتنا. كتري الخضرة شوية في المحشي، يعني رابطة كده من كل حاجة، كزبرة وشبت وبقدونس، وقطعيها صغير وحطي مع الرز بقى وقلبي كده. مش ناقص غير الملح، معلقة ونص ملح للكمية دي. الكيلو ده عمل معايا نص كيلو ورق عنب. ورق العنب دايما بياخد قد وزنه رز، يعني نص كيلو ورق هياخد نص كيلو رز، كيلو ورق هياخد كيلو رز. وحوالي كيلو ونص محشي مشكل. ادي الخلطة بتاعتنا بقى شكلها تحفة اهي، سبكت وجميلة. هنبدأ بقى نلف. بالنسبة للمحشي المشكل مش بياخد رز كتير، خصوصا الكوسة. الكوسة دي من أحلى الحاجات اللي تعمليها لو في بعد الشر حد مريض بالسكر أو عامل دايت ياكل محشي الكوسة. وخليها تخينة شوية وانتي بتقوريها، ما تخليهاش رقيقة قوي، وكتري الخضرة. عملت بقى كده الحلة الأولانية اهي اللي هي بتاعة المحشي المشكل، وخليت مكان في النص فاضي قطعت فيه بصلاية شرايح كده. ادي المحشي المشكل. بالنسبة لورق العنب حطيت ورقتين تحت، وبرده بصلاية قطعتها ترانشات كده. لو تحبي تحطي بقى طماطماية أو فلفل براحتك. الورق بتاع العنب خلي الناحية الخشنة لفوق، وحطي الرز وقفلي من تحت، وبعدين قفلي الجناب واعملي الرول بالطريقة دي. طريقته والله سهلة قوي، هو بس علشان تظبطي الصباع ويطلع معاكي صغير كده هو بياخد وقت شوية عن محشي الكرنب. هنعمل كده، هنقفل من تحت وبعدين نقفل الجناب وبعدين نعمل الرول. انا هلف بقى الحلة وارجع لك على طول. بالنسبة بقى للسوى، سوى ورق العنب قبل ما تسويه طبعا تعصري عليه ليمونة كده، وتقطعي عليه 3 4 تومات شرايح كده، بيدي طعم جميل قوي للسوى. وتحطي بقى الشوربة، يعني ايه اكتر من ارتفاع نص الحلة بشوية، وعلى النار ياخد غلوتين وبعدين تهدي النار بقى عليه خالص. بالنسبة للمحشي المشكل نص ارتفاع المحشي بالظبط يبقى شوربة، وتعلي النار عليه لحد ما يغلي، وبعدين ما توطيش خالص، تخليها وسط عليه. دي بقى الفراخ والارانب اللي عملناها، انا قدمتها لك امبارح فريل هي والملوخيه. ادي المحشي في النص كده، تشوفيه لو محتاج شوربه، انا لقيته مش محتاج خلاص. وورق العنب برضو الشوربه باينه اهي في الجناب، وطيت بقى عليه وغطيت بالطبق الصغير بتاعنا. والملوخيه عملتها دي قدمتها لك فريل بتاع امبارح، شكلها يفتح النفس اهي. ورق العنب بقى شرب شربته كله اهو واستوى، نزلته. والمحشي المشكل ما شاء الله اهو زي الفل. اغرفي بقى وقدمي بألف هنا. انا لقيت بقى الناس صايمه اليومين دول كده، كل سنه وانتم طيبين، فحبيت اعمل اكلات حلوه بقى للصيام. وادي صينيتنا بقى كملت، المحشي ورق العنب في النص والمشكل والفراخ والارانب، بألف هنا. ولو عجبتك اكلتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، وباي باي.